بجاه سيد ولد عدنان جامعة لكل خير جالبة لكل شر وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسله وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق الحكمة وضوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقدار القسمة. صلى الله عليه. وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان
سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وتعثرت بوجودها أكناف الوجود وترزت برد الأوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم القدس الواسع تجلى انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. الحمد الذي لا تنحسر أبرار بالتعداد ولا يمل تكرار بكثرة الترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان. صلى الله عليه. يتشرب بوجود الثقلان وتنتصر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيبي أما الأنام نوالا. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيبي أما الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيبي أما الأنام نوالا. ربنا في الحسن على مقامي وتناهى في مجده وتعالى. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيبي أما الأنام نوالا. حوته العيون فيما اجتلته بشرك إلى يزيح الضلالا. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيبي أما الأنام نوالا. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيبي أما الأنام نوالا. سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويهر في تعقل معاني الجنان. الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملا وجود الخلق النور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آيات في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن وجد هذه البشارة وترك بقلب سليم
فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم في الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها الروح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بمده وحبه ما عتر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. فإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني لا تدوين ما حفظه من سير أشرف المخلوقين
وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. فبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، فلا يجد شوقي إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 بوجد لا يدريه إلا من يسكن فيه. بوجد لا يدريه إلا من يسكن فيه.
صل على النبي وقل له جمالك وحشنا يا نبي في الروضة البهية مقامك يا نبي الله الله وروايح زكية وعنبر النبي في الروضة البهية مقامك يا نبي الله الله وروايح زكية وعنبر النبي والورد يا نبي والمسك يا نبي والورد يا نبي والمسك يا نبي بياخدوا قطورهم من عرق النبي يا رايح المدينة سلم على النبي كله خدامك مشتاق لك يا نبي يا حبيبي يا نبي يا طبيبي يا نبي يا حبيبي يا نبي يا طبيبي يا نبي يا أجمل هدية من ربي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار الله عليه ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائكه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله النور المودع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه. حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه. وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة
على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب ونود هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تائج. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا بعالم ظهور، نورا فاق كل نور وأنفذ حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدر عند ولي أمه تأنيثا لجنابها المسعود ومشاركة لها بهذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من كتب الله له من الشرف بالقسمة الوافية. وأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، وانفلق سبل الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود، ونحن لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا رب يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع
الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربوا يا أهل المثاني فهزروا اليمن غراد واستضيئوا بجمال فقبل حسن تبرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينبغي حيث شئنا عطاء جمع الفخر المؤبد صل يا ربي على أحمد النبي الهادي الأمين المشفى في القيامة في الخلائق أجمعين ربي كل حمد فلربي كل حمد جل يحصره العاد الله
إذا حبانا بوجود إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله صل يا ربي على من صل يا ربي على من اسمه طه وياسين الله الله المشفع في القيامة المشفع في القيامة من أتانا بالبراهين الله يا رسول الله أهلا الله أهلا بك إنا بك نسعد بك نسعد ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زرود وبجاهه يا إلهي يا إلهي جد وبلغ كل مقصد كل مقصد ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زرود الله 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 واهدنا نهج سبيله الله 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 كي به نسعد ونرشد الله 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 لولا النبي ما سعيد الله 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 بمكة والمدينة الله 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 ربي بلغنا بجاهه الله 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 في جواره خير مقعد الله 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 لولا النبي الله 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 بمكة والمدينة يا الله اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة حلالي يا الله يا الله اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة حلالي يا الله صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد يا الله يا الله اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة هلالي يا الله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا وسلام
مستمر كل حين يتجدد أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوساهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعترض الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشعنه والهل علا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بإنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين العبد وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين غايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه مني وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك. اللهم إنا لنا أطماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى النصور. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا،
واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام. الفاتحة قبول بحقه بجيش الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم. يا سلام سلمنا والمسلمين بنا بخير وإياك بما دين وصلى الله وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تحصل الغايات والنهايات، وبكرمه تزيل الخطيئات والسيئات. والصلاة والسلام على سيد السادات، سيد في الأرض والسماوات، سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه سادة القادات. أما بعد، معاشر الحبائب والأساتذة والمشايخ والإخوان رحمني ورحمكم الله. ونخص بذكر فضيلة الحبيب أبويا عمر عبد العزيز بن عبد الرحمن بن شهاب، والحبيب علي بن محمد الحامد، والأستاذ شوقي بن عبد الله الكاف، والأستاذ عبد الرحمن بن حسن الحبشي، والأستاذ Alwi bin Isa Segaf, wa jamil asatidah al-mayamin. Berada bersama kita para ustadz yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak akan menghilangkan rasa ta'zim, takrim, mahabbah Al-Fagir kepada antum sekalian. Begitu juga para ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mendengar daripada tausiah hikmah maulid pada sore hari ini, wa Al-Fagir mewakili pada keluarga besar Warkop Haji Madinah, Bang Arman beserta keluarga mengucapkan ribuan terima kasih, syukron jazakumullah khair jaza, khususnya kepada para asatis, para habaib yang hadir di acara ini, yang telah bermunajat, berdoa, bersolawat. Insya Allah semoga amal ibadat kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan minta perkumpulan ini jadi sebuah simbol kelak kita berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga beliau memohon maaf sekiranya banyak kekurangan di sana sini, mungkin tempatnya sempit, begitu juga mungkin makanannya kurang asin, kurang garam, kurang oya, minta maaf. Insya Allah tahun depan kita doakan acara ini tambah meriah, tambah hebat, tambah heboh, dan begitu juga menyenangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita simak juga tausiah agama hikmah maulid pada hari ini yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustadz Iqbal Harun LCMA, fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Sallu ala Nabi Muhammad. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا تنال المواهب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب، وحبك يا خير النبيين مذهبي، وللعاشقين فيما يعشقون مذاهب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا.
صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحدانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. حضرة المحترمين، para sadah wa akhusub bidzikri, Abuya Al-Fadil Al-Alim Al-Amah Abuya Umar bin Abdurrahman bin Syahab mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa riayatih. Para ma'asyaral habaib, para asatid, para guru, para ustaz yang mohon maaf Al-Faqir tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi tidak pernah mengurangi rasa ta'zim dan hormat Al-Faqir kepada antum semua. Mudah-mudahan kita semuanya yang berkumpul pada hari ini dijadikan hamba-hamba yang terus ditanamkan cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang terus dicurahkan rahmat oleh Allah bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun kurang kitanya kepada Allah, bagaimana kurang cinta dan adabnya kita kepada Rasulullah. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana, amin Allahumma amin. Bersyukur kehadirat Allah atas pertemuan yang indah, bahwa pertemuan tidak bisa dihindarkan dari manusia yang bersifat sosial. Siapapun dia membutuhkan pertemuan dan perkumpulan. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah perkumpulan tersebut kelak di akhirat menjadi pertemuan yang membahagiakan, atau sebaliknya pertemuan tersebut akan melahirkan penyesalan? Maka bersyukurlah ketika ada hamba yang bersyukur berkumpul karena Allah dan Rasulnya, berkumpul karena ketaatan. Uhibbus salihina wa lastu minhum la'alli an anal bihim syafa'ah wa akrahu man tijaratuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bida'ah. Bahwa bersyukur kehadirat Allah, Al-Faqir dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh, berharap dengan mereka syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan duduk bersama mereka. Dan Al-Faqir sangat benci kepada kemaksiatan dan ahli maksiat, sekalipun kadang-kadang kami join dalam kemaksiatan tersebut. Maka ikhwah dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir jadikan hamba-hamba yang mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, mendapatkan taufik inayah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruntaikan salam tak pernah Allah lepas, tak pernah Allah hentikan. Allah dilimpah ruahkan, curahkan kepada hadratur Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, pribadi yang dari zaman kegelapan saat itu mampu menerangi manusia, mampu menjadikan manusia dengan ajaran-ajaran manusia, memanusiakan manusia. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan beliau dengan sebaik-baik balasan Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Mudah-mudahan juga Allah limpah ruahkan kebaikan, salawat dan salam kecintaan Allah kepada keluarga beliau, manusia-manusia yang dipilih Allah, yang disucikan Allah, yang terus membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun permusuhan orang kepada beliau, bagaimana kondisi ekonomi saat itu, bagaimana pergolakan politik saat itu, keluarga beliau adalah orang yang pertama menopang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat dan salam juga Allah limpah ruahkan kepada sahabat-sahabat beliau,
man zalazimar rasul, yang mereka terus membersamai Rasulullah pagi, siang, malam, baik dalam kondisi musim panas maupun musim dingin, ketika Rasulullah sedang banyak uang maupun Rasulullah sedang dalam kondisi fakir. Sahabat adalah orang-orang yang menopang beliau, membantu beliau, membersamai beliau. Bahkan para sahabat banyak yang rela mati syahid untuk menjadi tameng hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu wa ardahum ajma'in. Mudah-mudahan salawat dan salam juga Allah limpah ruahkan kepada para tabi'in, kepada umat, dan masuk kita di dalam golongan tersebut. Amin, Allahumma amin. Hadratal muhtaramin, bahwa sesungguhnya manusia hidup di muka bumi ini diberikan pilihan oleh Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang pengen melakukan kebaikan, monggo, kata Allah. Yang pengen melakukan kejahatan, silahkan, kata Allah. Allah akan membalas dengan sebaik-baik balasan. Yang baik akan diberikan rahmat, sementara yang buruk akan diberikan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu dari sekian banyak alasan kita bersyukur kehadirat Allah, bahwa kita digiring Allah, kita ditarik Allah, kita dipaksa Allah untuk kumpul tau'an au karha, berkumpul dalam rangka kebaikan. Lisan ini dipakai untuk menyebut nama Rasulullah, lisan ini dipakai untuk menyebut nama baginda Rasulullah, telinga dipakai untuk mendengar nama beliau, kaki ini langkahkan kaki untuk menuju majlis yang membuat beliau bangga. Maka mudah-mudahan kelak di mana manusia triliunan berkumpul mengharapkan syafaat, kita mendapatkan kebaikan ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, mengapa kita bermaulid? Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wahai Muhammad kekasihku, ingatkanlah sahabat-sahabatmu, ingatkanlah umat-umatmu, karena memang tabiat manusia tercipta dalam kondisi suka lupa. Maka gara-gara banyak lupa tersebut, maka kita harus diingatkan. Bersyukur kita dilahirkan di Palembang Darussalam, di mana ketika maulid tak tanggung-tanggung, pagi, siang, malam, bahkan subuh kita melaksanakan maulid. Ini merupakan berkah pilihan Allah kepada kita semua. Jarang atau belum tentu kita akan menemukan tempat sebaik ini. Maka berarti kalau ada yang memanfaatkan, farabiha wa dhafira, dia termasuk orang yang beruntung, dia adalah orang-orang yang manightanamal fursah. Tetapi sebaliknya, banyaknya majelis, banyaknya maulid, kemudian dia sia-siakan, hanya kumpul dengan orang-orang yang menyia-nyiakan waktu, berkumpul dengan orang-orang yang melalaikan hatinya. Fala yalumanna illa nafsahu, jangan sampai dia menyalahkan orang lain, jangan sampai dia mencari kambing hitam. Kambing hitam itu adalah dirinya sendiri. Allah sudah memberikan umur yang panjang, Allah sudah memberikan kesehatan, Allah sudah memberikan rizki, Allah sudah memberikan waktu yang luang. Ketika dipakai untuk kebaikan, maka bersyukur kepada Allah. Ketika melakukan keburukan, maka tangisilah tangisan tersebut, yang kalau di akhirat menangis, maka tidak akan ada yang mampu menghibur kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadratal muhtaramin, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan kepada kita? Satu, yang paling utama, beliau dengan maqalah beliau menyatakan bahwa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Penting dalam kehidupan al-faqih dan kita semua, bahwa mulai dari sekarang, bahwa kita mempunyai satu tujuan, satu sikap hidup, satu visi dan misi. Bagaimana kalau dikatakan Imam Al-Haddad, penting atau tidaknya ilmumu ketika kelak di akhirat, ilmumu membantu atau tidak. Ketika engkau dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah yang kau lakukan bisa menyelamatkan dirimu atau tidak? Maka orang yang memanfaatkan semuanya, memilih sesuatu yang penting menurutnya, maka itu adalah orang yang beruntung. Tapi ternyata ya ikhwan, ternyata ada dalam kehidupan kita, kita lihat ada orang-orang yang mementingkan sesuatu yang tak penting, mementingkan jabatan, mementingkan harta,
mementingkan circle pertemanan, mementingkan ini dan itu. Ketika dipanggil disebutkan nama Rasulullah, tak tergerak sedikit hatinya untuk hadir di majelis beliau. Kemudian ketika dipanggil Allah untuk melakukan kebaikan, dia tak tersentuh hatinya. Maka orang-orang seperti ini, silahkan kata Allah, fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Silahkan kalian tunggu kehidupan kalian. Kalian isi dengan apa yang menurut penting bagi kalian. Dan aku kata Allah telah menunggu di akhirat dengan ucapan maliki yaumiddin. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Maka sekarang kita memetakan mindset kita, mapping otak kita, yang penting itu apa. Kalau yang kita pentingkan harta, maka kita lihat betapa banyak ada orang-orang yang begebuk, bahasa kita Palembang nih, pagi, siang, malam, halal, makruh, haram, hantam. Kenapa? Yang penting cuan masuk. Ketika dia menuhankan jabatan, man ahabba syai'an fahuwa asirun lahu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, siap-siap dia akan ditawan dengan kepentingannya tersebut. Maka ada fulan bin fulan, demi dia menghalalkan kekuasaan, menpacak bahasa dia ini pacak sampai mati, ini nak jadi pemimpin misalnya. Segala cara dipakai, lobby-lobby dipakai, aturan kemudian dihantam-hantam misalnya. Silahkan kata Allah, intahur, engkau bebas. Tapi bebasmu di dunia ada konsekuensi di akhirat. Ketika engkau menomorduakan Allah, siap-siap Allah akan menomorsatukan engkau dalam barisan orang-orang yang menyesal. Sementara orang-orang yang membuat keputusan penting, bahwa yang penting adalah akhirat, yang penting adalah ridha Allah, yang penting adalah syafaat Rasulullah, maka apapun, siapapun, kapanpun, dimanapun, maka yang dicarinya adalah kebaikan. Ikhwah dimuliakan Allah, orang kalau mementingkan yang kebaikan, maka kalau bahasa gede kami di dusun itu, cung, hatimu baik, penemumu baik. Hatimu bosok, hatimu buruk, penemumu bosok atau jahat. Artinya, kalau hati kita bina, dan hati ini dibina untuk terus cinta kepada amal soleh, maka Allah akan kumpulkan kita dimanapun, hatta masuk hutan belantara, kita bertemu dengan orang yang baik. Diceritakan pada satu saat ketika Buya Hamka Allah yarham pulang dari Amerika, lawatan ke Amerika, ditanya oleh orang yang baru turun dari haji, Buya Hamka, ngapola aku ini ketika anani ketika depan Ka'bah betino bertemu dengan harim yang tak benar. Beliau tak jawab, beliau jawab begini, alhamdulillah kata beliau, saya di Amerika seminggu, negara sekuler, negara liberal, kemudian pergaulan bebas, ketemu sama hafizul Quran kata beliau. Itu pernyataan yang langsung menjawab bahwa ente kalau mindsetmu buruk, kemudian yang kau pentingkan adalah dunia, maka ahli dunia yang kau temui. Tetapi ketika engkau mementingkan akhirat, maka siapapun, kapanpun, dimanapun engkau berada, engkau akan ditemukan Allah dengan orang yang satu server denganmu. Maka ikhwan dimuliakan Allah, berkumpul kita di sini, berharap ini merupakan wujud kita cinta kepada kebaikan, dan kita cinta kepada orang yang membawa kebaikan, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berarti Al-Faqih dan kita semua, mulai kita hari ini, kita menganggap mana yang penting, mana yang tak penting dalam kehidupan kita. Dan orang kalau pengen dikatakan beriman, maka akhirat adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan orang tersebut. Yang kedua, beliau diajarkan dalam satu kisah yang masyhur yang sering dibacakan, betapa bijak dan cerdasnya beliau, bahwa ketika akan memasang Hajarul Aswad, beliau membentangkan syal beliau, kemudian semua kepala suku mengangkat, kemudian ketika giliran Hajarul Aswad ditempelkan di Ka'bah, maka beliau yang menempelkan. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan rukun yang paling penting dalam kehidupan kita. Apa? Wahdatul ummah. Apa? Wahdatul ummah. Ikhwan yang dimuliakan Allah, Al-Faqir pernah begawe di Papua, pernah ikut di tambang terbesar di dunia. Itu ada gunung namanya Gunung Grasberg, tingginya 4 km ke pucuk. Sekarang sudah lekok bahasanya, sudah ke dalam itu 1,5 km.
Ngapo pacak? Karena ada kerjasama di situ. Ada tim eksplorasinya, ada engineer-nya, ada pekerjanya, ada tukang blastingnya, tukang ledakannya, ada ahli pabriknya, ada yang mengolah, memilah mana emas, mana perak, mana segala macam. Sampai terakhir kemudian gunung yang tinggi pecah gunung di pagar alam itu. Jadi berlobang sampai 1,5 kilo. Kenapa? Dengan bersatu kita kuat, tapi dengan bercerai kita rungkat. Artinya apa? Kalau bersatu banyak hal besar kita bisa lakukan. Nak makan hari ini ada persatuan kompak, masuk dari luar keluar makanan. Ada yang masak, ada yang ngidangkan, ada yang makannya alhamdulillah. Kalau anak agak bawa bungkus ke rumah, ikhwan. Maka berarti apa? Sesuatu yang besar tidak akan bisa dicapai kalau kita tak bersatu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Naluri kita manusia memilih nada pun sama. Tidak amin, ada amin, tidak kata. Artinya naluri fitrah manusia kita menyenangi persatuan. Dan kemudian agama telah mengakomodir itu. Kita sholat kiblatnya satu, kita baca rukun-rukun sholatnya sama. Hatta ikhwan, matinya orang Islam menghadap ke satu tempat. Yang lain sikok tempat. Ada yang melintang, ada yang mojur, ada yang tenggara, ada yang selatan, ada yang kebucu sini, ada yang kebucu sana. Nunjukkan umat Islam mati diajari untuk kompak. Siapa yang mengajarkan itu? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Kemudian sesuatu yang penting lakukan yang penting, kemudian tinggalkan yang tak penting. Zaman sekarang betapa banyak fitnah itu sudah kemudian dimunculkan sekarang. Kita tak akan sebutkan fitnah itu, lemak ego kawan. Berarti tugas kita bersatu, habaib, kiai, kemudian orang-orang, para ulama, orang awamnya, kemudian pejabat rakyat. Kalau bersatu banyak hal besar yang bisa kita capai. Ikhwan yang dimuliakan Allah, ada orang bertanya, "Woi, kamu orang di Indonesia, kamu ni dari mana Indonesia? Kamu ada apa?" Kata kita, ente orang mana? Orang Chili. Orang Chili itu Amerika Selatan. Kamu ada apa? Kami ada tambang emas, kami ada. Ente dari mana? Kami punya timah. Indonesia punya timah. Pertanyaannya, jangan tanya kami ada apa. Apa yang kami tak naruh? Apa yang Indonesia ini enggak punya? Emas kita punya, perak kita ada. Kemudian batu bara Tenambun itu sekarang di Lahat dibuka, tiap malam macet itu. Kemudian di semua tempat ikannya banyak, kemudian hutannya luar biasa. Maka orang-orang luar tak pengen Indonesia ini maju. Dibikin apa? Al-Islam mahjubun bil muslimin. Orang Islam itu akan hancur dengan pergesekan orang Islam itu sendiri. Diserang pakai pedang, hatta ya ikhwan. Dalam satu peperangan, dalam peperangan salib itu ada namanya peperangan salib al-harbu dzatus salasil. Peperangan yang pasukannya dirantai. Ngapo? Musuh Islam itu kalau ketemu orang Islam itu dirantai oleh komandan masing-masing. Mereka takut orang Islam ini galaklah mati daripada hidup. Maka ketika mereka menyerang, mereka takut sampai supaya mereka tak lari, dirantai satu-satu itu pasukan. Maka tak berhasil perang salib. Tapi apa yang mereka lakukan? Islam digerogoti dari dalam. Islam dihancurkan dari dalam. Ini digesekkan. Dulu Muhammadiyah dibenturkan dengan NU. Sekarang habaib dibenturkan dengan kiai. Siapa pelakunya itulah. Entah siapa yang bayar, tapi kita doakan kalau mereka tak segera bertaubat kepada Allah, Allah yang taubatkan mereka di akhirat, tapi taubatnya terlambat. Maka berarti tugas kita sudahlah anggap dak kate, kita masih punya pekerjaan yang masih sangat banyak. Banyak sekarang di mana-mana, umat masih banyak awam, setiap taat. Setiap bulan sekarang betapa banyak perumahan-perumahan. Al-Faqir pernah ngomong ke Sayyidil Habib Ali Karol Al-Haddad ketika beliau ceramah di Papua. Saya bilang, Bib, mohon maaf Bib, dengan bisu'it ta'bir, anak Al-Faqir sampaikan. Tolong Bib, antum ini para asatidz, waktu itu anak masih di Papua, tolong jangan begandak di Kuto Bib. Di Talang Jambe banyak uang-uang yang sudah kelas tawahab.
Banyak orang-orang kemudian di luar itu mereka dimanapun ada, maka yang mereka itu lepas dari asatidz Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpaham dengan paham-paham yang tak sesuai dengan paham Rasulullah. Maka berarti kita semua punya tugas yang besar ya ikhwan. Artinya kalau kita melakukan maulid, Masya Allah, Alhamdulillah, sekarang pertanyaannya di Talang Jambe situ. Kemudian di tempat-tempat yang jauh situ di ujung-ujung Palembang, sudah umat melaksanakan maulid seperti ini. Maka tugas kita bersama, kalau kita disibukkan hanya untuk bahas yang mereka sebutkan sekarang, habis energi kita hanya untuk menyelesaikan sesuatu yang tak akan ada kesudahannya. Karena kenapa? Bainal karihin wal muhibbin khalas alatul hatta yaumil qiyamah. Para pecinta, para pembenci itu akan bergandengan terus, karena merupakan satu bentuk kesinambungan alam semesta ini. Maka tinggal kita masuk barisan pecinta ataukah pembenci. Beruntunglah orang yang dengan segala daya upaya kemudian ingin mengenyahkan kita, mempengaruhi kita. Maka mudah-mudahan kita termasuk barisan yang mencintai para ulama, mencintai para ahbabur Rasul, dzurriyyatur Rasul, ahfadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang muliakan Allah, yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Kalau orang memusuhi kita dengan permusuhan, balas mereka dengan cinta dan kasih. Maka ketika saat itu engkau akan temui orang yang memusuhimu, ka'annahu waliyyun hamim, pecah bekancola puluhan tahun. Maka ikhwan dimuliakan Allah, dan ini merupakan ajaran siapa? Beliau yang mulia yang kita peringati kelahiran beliau, Hadratur Rasul, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama kita mengambil kesimpulan, tarkuhu ma la ya'ni. Yang kedua, wahdatul ummah. Yang ketiga, idfa' billati hiya ahsan. Dan itu semua merupakan sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wa astaghfirullah li wa lakum, dan al-faqir mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Qumtu hadza tanfidzan lil amr wa samihuni 'ala at-taqsir. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul hadirin, demikian tadi mau'izatul hasanah sampaikan guru kita Muhammad Iqbal Harun LC, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk semua, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengakhiri, kita akan mendengar bacaan talqin, zikir dan doa penutup. Kita mintakan kepada Baidul Salih Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syafa'ala bin Mashkur, sallu ala Rasulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubathu insyaallah minal aminin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaghiyan wa la ma'ruma wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian
kita baca Fatihah untuk kesembuhan guru kita Dai ilallah Ustaz Salihin Hasibuan. Semoga Allah memberikan untuknya kesembuhan ala hadhihi wa ala kulli niyatin